ولا اي لاعب في النادي الاهلي يلزمني، ومهما كان احتياج الجهاز الفني لنادي الزمالك لاي لاعب من النادي الاهلي مش هنتفاوض مع اي لاعب في النادي الاهلي. وده كان تصريح من المستشار مرتضى منصور. هنتكلم عن الحوار الكبير اللي حاصل ما بين حسين الشحات وما بين اداره النادي الاهلي، والعقوبه اللي ممكن تفرض على حسين الشحات لاعب النادي الاهلي بسبب اللي بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي. هنتكلم عن محمد مجدي قفشه والنادي الاكستلاندي، عفوا يا جماعه، ونادي الاكستلاندي. هنتكلم ايضا عن موضوع حسين الشحات والعروض الاوروبيه، هل هيرحل من النادي الاهلي ولا مش هيرحل من النادي الاهلي. واقول لك قبل اي تفاصيل، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس. وتعالوا سريعا كده احكي لكم عن القصه بالظبط. المستشار مرتضى منصور اصدر فرمان بخصوص انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي. كلنا عارفين حسين الشحات ان في بعض الانباء ترددت ان النادي الاهلي دخل مع نادي الزمالك دخل مع حسين الشحات في مفاوضات جاده جدا وعايز اللاعب علشان يضمه مع الانتقالات الشتويه المقبله. ده الكلام اللي احنا سمعناه، ده الكلام اللي احنا شفناه واللي سمعناه في الايام القليله اللي فاتت دي. طيب، رد المستشار مرتضى منصور قال لك انا مش محتاج لاي لاعب في النادي الاهلي، ولو الجهاز الفني هيخسر كل حاجه علشان اللاعب اللي موجود في النادي الاهلي يجي مهما كان، اذا كان حسين الشحات او غيره، احنا حتى مش هنتفاوض مع اللاعب ولا هنفكر نتفاوض مع اللاعب. طبعا هسيبك انت تعلق على رد المستشار مرتضى منصور، وتعالى اقول لكم بقى موضوع حوار حسين الشحات والنادي الاهلي. عايز اقول لك اعتبر الفيديو ده كوكتيل لحسين الشحات يعني. الحاجه الثانيه بتاع حسين الشحات، وهو اللي ممكن تفرض بسببها عقوبه على اللاعب من قبل النادي الاهلي، وتهديد واضح جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ لحسين الشحات، وهو لو ما قصرتش في اللي انت بتعمله بالبلدي كده هتتعاقب وهفرض غرامه عليك. هتتعاقب وهفرض غرامه عليك. ليه بقى؟ حسين الشحات طبعا بعد ما تم استبعاده من اكتر من مباراه في النادي الاهلي قرر ان هو ينزل اكثر من تويته، ظهر مرتين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وبدا يتكلم عن الحاجه بتجيلك في وقتها ومش عارف ايه. المهم تفسير الموضوع كله اللي اتكلم فيه في البوستين اللي نزلهم، وهو موضوع يعني بيتكلم في جزئيه ان انت بتهاجم الجهاز الفني. هم فهموا ان انت كده بتهاجم الجهاز الفني، وده اللي كان مرفوض تماما من قبل النادي الاهلي ومن قبل اداره النادي الاهلي ومن قبل ايضا مدير الكره بالنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، واللي هدده وقالها له بصراحه انت لو ما ظبطتش امورك هتتاذي، لو ما ظبطتش امورك هتفرض عليك غرامه. دي القصه باختصار بتاع حسين الشحات وكابتن سيد عبد الحفيظ. طيب، اهل قفشه ورحيله. قفشه يا جماعه ورحيله على النادي الاهلي، ممكن قفشه يرحل، ممكن قفشه يرحل وممكن ما يرحلش كمان، لان النادي الاهلي طالب مبلغ كبير في القفشه، بيقول لك عايز مبلغ لا يقل عن 5 مليون دولار. فهل النادي الاكستلاندي اللي جاء متقدم بعرض او اللي بيتفاوض مع وكلاء قفشه اللي بيتفاوض مع وكلاء قفشه عنده المقدره انه يدفع الرقم ده او المبلغ ده، ولا الكلام ده مش حقيقي، ولا الكلام ده مش هيتحقق؟ دي القصه بتاعه قفشه. يعني قفشه هيروح النادي موافق جدا وعنده عروض بالفعل، ولكن فكره انه يروح او ما يروحش ده قرار اداره النادي الاهلي، لان الرقم كبير، فممكن الفريق الاكستلاندي يوافق وممكن ما يوافقش. الموضوع سهل وبسيط يعني. طيب، حسين الشحات عنده عروض اوروبيه، حسين الشحات عنده عروض اوروبيه، ممكن يمشي ممكن يمشي. بس اخر حاجه انا فهمتها وسمعتها من بعض المصادر، وهو ان النادي الاهلي هيجدد عقده مع حسين الشحات، مش هيسيب اللاعب بس هيسيبه على سبيل الاعاره، يعني هيخرجه على سبيل الاعاره مش على سبيل البيع النهائي. هتكتب لي رايك في التعليقات وتقول لي ايه رايك انت، حسين الشحات يكمل في النادي الاهلي ولا يرحل عن النادي الاهلي؟ واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس.